طيب احنا اخر حاجه كنا بنتكلم فيها ايه؟ ان في شركات فيها سيفتي وفي شركات تانية مفيهاش سيفتي. تمام. الشركه اللي مفيهاش سيفتي يا اتصاب بيرموا الراجل ده بره الشركه، قال لك ده مجاش اصلا ولا اشتغل عندنا، وايه اللي يثبت ان هو شغال عندنا؟ ولا بقى في تول بوكس ولا في اي حاجه. تخيل لو انت احساس وانت شغال وعارف ان ده يحصل معاك او اتعمل قبل كده مع واحد صاحبك، يبقى ليك نفس تشتغل. تمام. ده دور السيفتي في الموقع. فواحد فيه سيفتي وعارف ان في تأمينات وان الشركة والسيفتي تعرف يجيب له حقه، فشغله وهو ايه وهو مطمن ومستريح. السيفتي بيحافظ على حياته. وضربتلكوا مثلا ان واحد اتصاب، تمام، في شركة من الشركات، طلعوه لغاية باب المستشفى، رموه، وبعد كده ايه صابوه ومشوا. واظن الناس اللي شغالة في المواقع فاهمة ده كويس وشافت ده. ممكن ناس شافته وممكن ناس سمعت عنه. وفي شركات تانية محترمة. الشركات التانية المحترمة بتفضل مع المصاب، مش الشركة كلها بتفضل مع المصاب، هو واحد بس أو اتنين يمثلوا على الشركة ويفضلوا معاه لغاية ما ايه، لغاية ما يتلقى العلاج. طبعا دفعت له حق العلاج، وكمان اطمنت عليه لغاية ما ايه، لغاية ما تم ايه شفائه. وكمان ايه اللي حصل، دفعت له كمان ايه تعويض. تمام كده. واعرف حد شركته سفرته خارج مصر لعلاج. كده لو في سيفتي هشتغل وانا مطمن. لو انت في شركة محترمة شركتك هتعرف تعالجك. طبعا متنساش ان الوقاية خير من العلاج. بس انا بقول لو قدر الله في حاجة حصلت يبقى ايه، في حد واقف جنبي. زي مثلا ايه يحصل لي اصابة، فانا بتكلم لو حصل اصابة فلازم انا بكون مطمن ان في شركة واقفة معايا، مش ترميني وتسيبني في الشارع. وده طبعا كده السبب الاول، وهو سبب اخلاقي او سبب معنوي. تمام كده. السبب التاني هو سبب وهدف ليجل. ليجل يعني قانوني. ليجل كومبلينس او ايه كومبلينس او كومبلاينس. الافضل كومبلاينس على مقطعين، والسي نطق سي، ومعناها امتثال او الامتثال القانوني. كلمة avoidance دي ما بتتنطقش، طبعا معناها تجنب. of law معناها قانون. switch الأجنحة